ايه هي الابراج الاكثر عقلانيه او الابراج اللي لما بتفكر وتلاقيها قاعده ساكته وسهنه في نفسها، اهرب من قدامها بسرعه، لانه بيحضر لك قنبله، وغالبا مش هتكون قنبله سهله. في ابراج ذكيه جدا 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 تمتاز بانها من اكثر الابراج قياده. دور كده على رؤساء الدول هتلاقيهم من البرج ده، برج الجدي. برج الجدي اكثر الابراج ذكاء وعقلانيه، وبيفكر بالمنطق وبيغلب دايما المنطق على عاطفته، وصعب قوي ان انت تعرف تضحك عليه باسم الحب، لكن سهل تضحك عليه بافكارك وبدماغك. تحسب 1000 حسبه وانت بتتعامل معاه، تبقى عارف كويس قوي انت هتقول له ايه، لان رد فعله هيكون ايه. دايما ردود فعله محسوبه، عارف امتى بياخد اكشن وامتى المفروض انه يسكت وامتى هيتكلم. تاني الابراج اللي زي برج الجدي كده وبرضه خاف منها وابعد عنها وخلي بالك، لانه مش هيسيبك غير لما هياخد حقه، حتى لو كان عارف انه مش على حق. هو برج العذراء. برج العذراء ما بيسيبش حق، ما تاخدش منه حاجه بتاعته، بيتصور ان هو امتلك كل حاجه، ولما حد يجي يمد ايده على الطبق بتاعه لازم هو اللي ياخده بسرعه. برج العذراء من اكتر الابراج ذكاء، صبرا، يعني قادر انه يصبر لغايه ما يوصل للحاجه اللي هو عايزها، بس لما بيتمكن اهرب، لانه مش هيسيبك غير لما هياخد حقه تالت ومتلت. في برج تالت كمان دايما بيفكر بعقلانيه، برج الحمل، برج الكرامه زي ما بنقول عليه كده. برج دايما كرامته هي اعلى حاجه في الدنيا، الحاجه اللي تحركه انه حد يجي عليه او حد يفكر يظلمه، تلاقيه دايما ساكت هادي لحد ما يعرف يلف ويجيب حقه منين، وبرضه لما بيجيب حقه ما بيسكتش. من الابراج الناريه المتعصبه العصبيه، مش بس متعصب، لا هو كمان عصبي، بس عارف امتى يكنترول نفسه او يمسك على نفسه لغايه ما يوصل للي هو عايزه. الابراج دي يا جماعه من الابراج اللي بتعرف تحكم عقلها وتعرف تفكر بعقلها وبمنطقيتها. هل معنى كده ان بقيه الابراج ما بتعرفش تفكر بعقولها؟ بالعكس، كل الابراج بتعرف تفكر كويس جدا، الا انها ممكن يبقى عندها العاطفه زيها زي العقل، فيقدروا ان هم يكون عندهم توازن اكتر. انما الابراج دي انا بتكلم عن ابراج تفكر بعقلها فقط لا غير، تعرف تغلب عقلها، عندها مشاعر، عندها رومانسية، ده أكيد، بس تعرف تغلب ده على ده، تخلي حاجة تبقى أقوى من حاجة. خليكم معانا، هنتكلم معاكم عن حاجات تانية تخص الأبراج وأسرار حلوة كتير، وهكلمكم عن أكثر الأبراج انتقاما في فيديو كده. استنوني، أنا كان معاكم سارة فودة، خبيرة الفلك والتاروت والأبراج. باي.